حامل أو لسه والدة وبتدوري على لبس للبيبيهات الصغنطاطين؟ تعالي وأنا أقولك المكان فين. كيكو عامل تخفيض بيوصل ل70%، ولو اشتريتي 5 قطع هتاخدي عليهم زيادة 20% كمان. يعني هتقف القطعة الواحدة عليها 90% خصم. شايفة كمية اللبس ده؟ على قطعة معينة على فكرة، أنا هوريكوا دلوقتي وهشرح لكم الوضع ازاي. بصي القطعة ديت كان عليها 70% خصم. هي كان سعرها 20 يورو، 21 يورو. يعني هيكون عليها الخصم واصل لحد، هتبقى ب6 يورو. لو خدتي 5 قطع كمان عليهم 70% طبعا، لأن في قطع كتير عليها 30% وقطع أكتر عليها 50. فانتي هتختاري القطع اللي عليها 70%. هتاخدي القطعة بأقل كمان، لإن هتوصل سعرها بيوصل ل90% خصم. انتوا فهمتوا الوضع؟ يا رب أكون وصلتها لكم كويس. كل الحاجات اللي كانت موجودة معظمها كانت 30%، لأن احنا خلاص خلصنا يعتبر التخفيضات على كيكو. فكان في حاجات بسيطة قوي اللي هي 70%. أنا كنت فين؟ أنا كنت في كيكو اللي في روتسانو، اللي هو الفيورداليزو. فدي كمية الحاجات اللي كانت موجودة للبيبيهات الصغنطاطين خالص، لأن ناس كتير سألتني على الحاجات اللي هي للأطفال الصغيرة. هناك ما كانش بس للبيبيهات، كان في كمان للكبار، هوريه لكم كمان شوية. وكمان كان في على الشوزات والصنادل والحاجات بتاعة الأطفال. فهنا حبيت أوريكم كل الحاجات اللي كانت للبيبيهات البنات. يعني شايفين دي برضو كانت ب25 يورو. لما تيجي تشوفي التخفيض عليها، لو هتشتري قطعة واحدة يعني أقصد، هتاخديها ب7 يورو 80. فديت الأسعار بتاعت كيكو ما كانش بس على كل القطع، عشان بس أكون محددة. هي كانت على قطع معينة عليها 70%، أما الباقي 30 و50. كانت أسعار متفاوتة. هنا كانت المناديل برضو عليها تخفيض. دي كانت العلبة فيها 72 منديل ب1.5 يورو، ودي كانت عاملة 2 يورو. فحبيت برضو اوريها لكم ان كيكو برضو عامل على المناديل تخفيض. هنا اللبس بتاع الأولاد الكبار شوية، اللي هما سنتين و3 سنين و5 سنين و8 سنين. هو كيكو لحد 8 سنين. فهنا برضو كان عليها تخفيض 30 و70 و50. فعلى حسب انتي اخترتي ايه. يعني انا مثلا اخترت حاجات لابني تكون 70%، واخترت اكتر من 5 قطع. وفعلا خدت عليهم التخفيض 70، خدت عليهم التخفيض 90% على كل القطع اللي انا خدتها. فيعتبر الحاجات بتاعت كيكو خامتها تكون كويسة جدا. وكمان بتكون بتعيش معاكي حلو قوي. وسعرها حلو لما تكون في التخفيضات. انا مش عارفة لو روحتي اي محل كيكو او اي فرع الكيكو، هتلاقي نفس التخفيضات ديت، مش عارفة بصراحة. او هتلاقي نفس كمية اللبس اللي انا لقيته برضو، مش عارفة. فانا من وجهة نظري، انا المكان اللي انا كنت فيه هو روتسانو، فهو ده اللي انا هقول لكم عليه. روتسانو الفرداليزو، اللي هو التشنترو كوميرشالي كامل. فده كان محل كيكو اللي انا روحته. هناك كان فيه بناطيل كتير حلوة، اللي هي بناطيل الترنجات. و... وكمان كان في توتة كاملة على بعضها، كانت ديت حلوة قوي، كان برضو عليها 70%. ده كان اللبس الكبير شوية. برضو وريتهولكوا اللي هو السن الأكبر. انا بصراحة في الفيديو ما صورتش البناتي خالص، كان كل همي ان انا ادور على لبس لابني. فكان ما صورتش اي اطفال بنات خالص بصراحة، بس هو هناك كان في لبس كتير للبنات. هنا برضو كانت التوتة كاملة على بعضها للبيت، يعني بيجامة كاملة للبيت. كانت عاملة 10 يورو، يعني هتاخديها ب3 يورو. بُصّي، هنا كمان كان في أشكال كتير، بس كانت عليها 30%. وكان في حاجات أكتر برضه كان عليها 50%. يعني مش كلّه هتروحي تلاقي عليه 70% خصم. أنتِ هتختاري القطع اللي أنتِ عايزاها، يعني ممكن تختاري 50% عادي لو عجبِك السعر. هنا برضه كانت ديّة حاجات البيت. وحبيت أوريكم برضه إن كان في هناك قمصان. وكان في هناك حاجات بولو، فكانت شكلها حلو قوي. يعني ده انا جبته لابني كان 30%. والبناطيل الجينز برضو كانت تحت، بس انا ممكن اكون مصورتهاش قوي. برضو جبت له بناطيل جينز كانت حلوة. وكمان كانت الشوزات عليها 70% و50 و30. هو كانت شوزة واحدة اللي عليها 70، اللي هي ديت، وما جاتش على مقاسه خالص. وكان في بقى اللي هي 50 وكمان يعني هي كان سعرها 22 يورو. شوفوا 22 يورو، يعني الشوزة دي تكون ب6 يورو على ما أظن. 6 يورو 90. فكانت رخيصة جدا. ديت بقى كانت أولادي، وكان في بناتي كمان، يعني كان في صنادل وحاجات بناتي. هوريها لكم برضو، مش عارفة ممكن تيجي في الفيديو أو لأ. هنا ده شوفوا جبتها اهوت شوزات.
كان عليه 30% والصندال ده كان عليه 50%، بس هو كان ب44 يورو و50% هتبقى 22 يورو. يعتبر كده أنا جبت لكم كل الحاجات اللي كانت موجودة، فلو عجبك الفيديو اعملي لي لايك وما تنسيش تعملي لي المتابعة. دي حاجات البنات اللي أنا قلت لك عليها. مع السلامة.